أهلا بيكم. أنا سامية علوبة. النهاردة حابة أكلمكم عن أثر التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية وعلى علاقاتنا الأسرية والاجتماعية. احنا دلوقتي كل واحد فينا عنده وسيلة أو أكتر من إنه يدخل دايما على الابليكيشنز بتوع التواصل الاجتماعي. طبعا فيها ميزات كتير جدا، بيسرع لنا شغلنا، بيسرع لنا الحصول على معلومات احنا محتاجينها. عايزين معلومات طبية بنلاقيها، عايزين معلومات تاريخية، معلومات جغرافية، أي نوع من المعلومات بنستخدمه ازاي العناية بالبشرة، العناية بالجسد، التغذية السليمة، حاجات كتير جدا جدا كلنا عارفينها. ده كمان الغريب جدا من أي سن بيبقى فيه الدخول على التواصل الاجتماعي. أنا أعرف كتير أطفال عمرهم سنة، سنة ونص، وزي القرود بصوابعهم يدوسوا هنا وهنا وهنا ويدخلوا على البرنامج اللي هم عايزين يشوفوه. دي ميزة. كمان ميزة تانية إنه قربت ناس من بعض. بقينا نعرف أخبار الدنيا كلها من خلال التواصل الاجتماعي. بقينا نعرف مين اتجوز، مين اتطلق، مين اتخانق، مين زعل، مين فرح، مين اتولد، مين مات، مين راح فين. دي حاجة بقت أسهل قوي. أنا شخصيا استخدمته من سنين كتيرة عشان ألاقي جارة كنت بحبها جدا، كانت عايشة قصادي وأنا لما كنت لسه قبل ما أولد بنتي الأولى، وكانت هي جارتي، وكان لها دور كبير قوي إنها اتعلمت منها طبيخ لبناني. جوزها كان دكتور أطفال، فكانت علاقة كويسة جدا. وبعدين هم سابوا أمريكا ورجعوا طرابلس، وقتها حصل حرب وحاجات في لبنان وضاعوا مني تماما. فضلت كذا سنة أدور عليهم. بعدين قلت يمكن يكونوا على الفيسبوك. لما ابتدى الفيسبوك ما لقيتهمش على الفيسبوك. قلت أنا فاكرة إنهم وقتها كان كذا شهر لما سابوا أمريكا، بس كنت فاكرة اسمه. فرحت داخلة على اسمه، ابتديت أحاول كده أخمن، لأنه طبعا هو دلوقتي بقى شاب كبير، شكله مختلف أكيد تماما. أنا شفته بيبي بس كده. قلت يمكن هو. كتبت له يا ترى أنت ابن فلانة وفلان، أنا بدور عليهم وأنا سامية علوبة، كنت جارتهم. ما ردش. رحت داخلة على أصحابه، رحت كاتبة لأصحابه من فضلكم خليه يرد عليا. فرد عليا، وبعد 25 سنة 30 سنة لقيت صاحبتي طلعت هي كمان في أمريكا. فالمهم دي حاجة طبعا ملحوظة دلوقتي، بقى كل حاجة في تناولنا بسهولة. دي مزايا. كل حاجة لها مزايا لها عيوب. بالنسبة لي أنا شايفة العيوب أولا كمية الوقت اللي بنمضيه على التواصل الاجتماعي عشان نعرف حاجات كتير. النقطة دي بالذات أنا شايفاها بعتبرها خطر على الأطفال، العلاقة بتاعت الأبناء والآباء. ليه؟ لأني بشوف إنه بيبقى مهم جدا لما الأبناء بيعتمدوا على أهلهم في الحصول على معلومات معينة، وطبعا بيعتمدوا على أهلهم في التعليم لمبادئ معينة اللي أهلهم عايزين يعلموها لهم. لكن بالتواصل الاجتماعي والفرصة إن الواحد يدخل ويشوف 100,000 حاجة و100,000 طريقة ويسمع معلومات مش شرط كلها مظبوطة، ده بيقلل أهمية الأهل من كونهم مصدر للمعلومات. فالأطفال بيبتدوا شوية شوية تقل اعتمادهم على الأهل، كمان بتقل ثقتهم في الأهل، وكمان لما يشوفوا معلومات لايقة لرأيهم كأطفال أكتر بيفضلوا يتبعوها، فبتساعدهم على قلة طاعتهم لأهلهم. أنا شايفة دي نقطة خطيرة جدا. غير كده بقى طبعا العيوب التانية، احنا زي ما بنقول بنستسهل، بنجيب كل معلومة. عايزين نعرف حاجة بندخل على التواصل الاجتماعي، احنا مش عارفين مصدر المعلومة. مش كلنا بيبقى عندنا نفس ولا الوقت والمزاج انه نقعد نشوف مصدر المعلومات دي جاية منين. وكتير مصادر المعلومات جاية من مصادر غير قائمة على دراسة، مش مبنية على منطق علمي أو دراسة. بتبقى أوقات كتير رأي أو معلومة كده مش مدروسة، فده خطر. غير هنقول برضو من مزايا التواصل الاجتماعي إنه مدي فرصة لناس كتير تعبر عن رأيها. ناس كانت ما بتقدرش
توصل رأيها خالص، بقت توصله، وإدى فرصة للناس اللي نفسها تبقى مشهورة، تبقى معروفة، بتتكلم. دي ميزة لهم، ومش شرط تبقى ميزة للآخرين، لأنه في ناس بتبقى عايزة تبقى مشهورة بتقول أي كلام وبتعمل حاجات غير لائقة أوي، يعني بيشهرهم فعلا. بس يعني في كمان ميزة تانية، إنه الأصدقاء بيتكلموا، بيشوفوا بعض، بيقربوا بعض. الأفراد الأسرة اللي عايشين كل واحد في بلد، بيبقى مش بس في طريقة إنه يقدر يكلم قريبه ويشوفه كمان، فبتقلل من الوحشة. هنقول ميزة كمان سرعة تقييم الحاجات، تقييم الخدمات، فعلا دي ميزة. تقييم المنتجات ميزة. عيبها إنه في ناس بتبقى قاسية زيادة عن اللزوم في حكمها وفي كلامها، وبتعتبر إن هي في مصدر قوة لما هتنتقد أي خدمة بشدة. وكتير قوي بيبقى السبب النقد ده إنه مثلا عميل طلب خدمة هي غير مسموح بها في المكان اللي هو بيطلب بيه، مش من قوانين المكان ده، فبتترفض. بيروح نازل العميل ده بقسوة شديدة على المكان وبيسوء سمعته. حاجة تانية برضو بتحصل، التريقة على الناس. ممكن أي حد يكتب شوفنا مش عارفة مين كانت فين ولابسة ايه، ولا فلان كان بيتصرف بطريقة معينة، وبعدين بقى الكلام الكتير على مين مصاحب مين، مين مخانق مين، مين طلق مين، وكل ده بقى مفيش أوي يخص الناس. أنا شخصيا حصل لي موقف مش ظريف، بس عشان أنا متمرنة إنه ما بتهمنيش، لأنه أي حد بيظهر في المجتمع بيعمل أي حاجة في المجتمع هينتقد، دي حاجة مقبولة. لكن وقت ما اتجوزت تاني للمرة التانية، مش عارفة ازاي، انا عادة ما بحطش صور شخصية، لكن حد كان موجود في كتب الكتاب، معرفش حد صورة بعتها لحد، مش عارفة ازاي وصلت التواصل الاجتماعي، والنقد بقى، النقد بقسوة على اللي كنت لابساه، وانه في السن ده بتجوز تاني، ويا ترى جوزي عنده طقم اسنان ولا لا، يعني حاجات، ولا انا كمان. نقد غير ظريف بيطلع الغل اللي في الناس. دي نقطة تانية بشوفها عيب من سهولة التعبير عن النفس في التواصل الاجتماعي. يمكن اللي يساعدنا على انه ما ناخدش كل عيوب التواصل الاجتماعي، ان احنا نحاول يبقى عندنا برضو كنترول كده على نفسنا، على الوقت اللي بنمضيه، تاخدش وندخل بقى من ابليكيشن للتانية ونقعد ننجر ورا الكلام عن الناس. لو عايزين معلومة ايوه طبعا نطلعها، بس نتأكد من مصدرها، وممكن نشارك المجتمع في حاجات مفيدة، حاجات ترفع المعنويات. طبعا ممكن نشارك في الأحزان، بس ناخد بالنا. في عيب تاني أنا بعتبره عيب كبير، إنه أنتوا عارفين معروف قوي في سن الأطفال والشباب بيبقى فيه البولينج، في أطفال بيستفزوا أطفال تانية وبيستقصدوهم وبيضروهم من كتر ما بيعلقوا وبيعملوا مجموعة ضدهم. بيحصل عادة في المدارس، بيحصل طبعا كمان في المجتمع بين الكبار بطرق مختلفة. قبل ما يبقى فيه تواصل اجتماعي، الطفل ممكن يتعرض لده في المدرسة، يرجع البيت يشتكي، الأهل هيروحوا يتصرفوا، هيحصل حاجة. بس دلوقتي بغض النظر أطفال أو كبار، الهجوم ده ملاحق الواحد طول الوقت، مش بس في العمل أو في المدرسة، بيلاحق الأطفال والكبار والشباب في بيوتهم كمان. فبيبقى طول الوقت الواحد ممكن يوصل له انتقاد جامد قاسي، يأثر في مدى طويل على شخصيته وعلى حياته. خلينا عاقلين، نستفاد من المزايا ونبعد عن ضرر التواصل الاجتماعي، وننزل شوية الوسيلة اللي احنا بتشغلنا ان احنا نبص وندي أهمية للناس اللي معانا اللي بيحبونا، نقضي وقت أكتر مع أسرتنا، أهلنا، أصحابنا، أخواتنا، وخلاص.